ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى كلكم ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بخير. فيديو بنتكلم فيه عن فيجما، بالظبط كده فيجما. درسنا يا سيدي هو الدرس 26 من كورس فيجما، وهنتعلم فيه مع بعضينا تحدي كبير جدا للمصممين، سواء انت جونيور او حتى ميد ليفل. هتلاقي ان عندك بعض احيانا المشاكل في الريسبونسيف ديزاين، وفي نفس الوقت في اللاي اوت والبريك بوينتس بتاعت الديفايسز، وموال كبير. من الاخر يعني هنتعلم ايه بالظبط؟ ده سؤال مهم، واللي هو في الاخر يعني نتكلم بالعربي قوي. يعني هنتعلم ازاي انك تصمم تصميمك لمختلف المقاسات، سواء بقى كان موبايل حجمه صغير او حتى كان موبايل حجمه كبير او لابتوب او كمبيوتر وما الى ذلك. طيب ليه الموضوع ده مهم؟ هتلاقي ان في اغلب الوقت لما انت بتشتغل على موقع او حتى تطبيق موبايل، في اجهزه مختلفه المستخدمين بيستخدموها عشان يتصفحوا الموقع بتاعك، او حتى ان هم يستخدموا تطبيق الموبايل بتاعك. فانت هنا لازم الديزاين بتاعك يكون ريسبونسيف. طيب ريسبونسيف يعني ان التطبيق بتاعك او الموقع يكون بيتاقلم مع مختلف الشاشات واحجامها اللي المستخدم ممكن يتصفح الموقع او يستخدم التطبيق منها. تمام جدا. ايه التحدي في الموضوع؟ التحدي في الموضوع ان انت لازم تبقى عارف بعض القواعد علشان تعرف تمشي صح. طيب ازاي هنتعلم الموضوع دوت؟ ببساطه كبيره جدا هنتكلم عن ال 8 bit grid او ال 8 bit system. اللي هو يعني ايه؟ يعني بص يا سيدي، ابسط حاجه شاشه الموبايل والكمبيوتر وكل الشاشات اللي احنا بنستخدمها، حتى التلفزيون، هي شاشات بالاخر بتشوف بيكسلز. فانت بتستخدم ال 8 bit grid علشان الديزاين بتاعك يكون السبيسنج ويكون السايزنج بتاعته كلها بيرفكت. يعني ما يبقاش مثلا الديزاين بتاعك مثلا واخد 12.5 بوينت كحجم وكويدث في نص بيكسل كده، وممكن يكون شكلها مش حلو قوي، او حتى ممكن ما يكونش واضح كويس، او ممكن تكون مشكله اصلا في السايزنج او في الالاينمنت. فانت هنا لازم تتعلم ازاي تستخدم ال 8 بت جريد عشان تعرف تطلع تصاميم تتاقلم مع الديفايسز بتاعت اليوزرز. وفي نفس الوقت هنتكلم عن بعض البيست براكتسز من ناحيه الموبايل ديفايسز. ولكن قبل بقى ما نخش ونتعلم الكلام ده كله، يعني اتمنى انك بجد تشترك في القناه عشان نوصل 100,000 مشترك، وكمان تكون جهزت كوبايه قهوتك علشان محتاجينها. بس كده يا سيدي، اشوفك بقى جوه فيجما ونظبط دنيتنا. اول حاجه هنتكلم عنها وهي المواقع. المواقع زي ما احنا شايفين عندنا مختلف الشاشات ليها، زي مثلا الموبايل وكمان اللابتوبس وهكذا. فاحنا حاليا هنصمم لللابتوبس. عندنا 4 ديفايس مختلفين كحجم. يعني عندك الماك بوك اير ودوت 1280 بكسل كعرض، وعندك الديسكتوب 1440، وعندك الماك بوك برو ال 14 انش حاليا هو 1512 بكسل، وعندك الماك بوك برو 16 انش 1728. علشان نعرف ازاي نصمم للاجهزه ديت هنستخدم ال 8 bit grid بتاعتنا، وفي نفس الوقت بعض البيست براكتسز اللي اي حد ممكن ينصحك بيها ويقول لك ازاي تستخدمها. اول حاجه في اي مشروع بتاعنا احنا دايما بنسيب مسافه من الناحيه اليمين ومن الناحيه الشمال. هنا اهوت كمثال بنسيب مسافه دايما هنا وكمان هنا. طيب هتقول لي طب ليه دايما احنا بنسيب مسافه في الناحيتين دول؟ هقول لك لان دي نقطه مهمه جدا من ناحيه الريسبونسيف ديزاين. يعني ابسط حاجه عندنا الناف بار بتاعنا فوق اهوت كابسط مثال، هتلاقي ان احنا عندنا مسافه 88 بكسل برضو، وكمان 88 بكسل برضو من الناحيه اليمين. تعالى كده نتخيل مع بعضنا وخلينا مفيش مسافه خالص. مش شكلها حلو، مش حاجه تحس انها مريحه لليوزر، وكمان متعبه اليوزر. لو هنبدا نكتب نصوص مثلا، يعني مثلا اي نص مثلا hello world this is my first blog اللي دايما بنشوفها في يعني الووردبريس وكده، ونكتبها مثلا ونخليها مثلا هنا نخلي مثلا حجمها مثلا 56 بكسل. لو نيجي نشوف اليوزر هيبقى صعب عليه قوي. تخيل معايا يوزر عنده الماك بوك اير مثلا 12 انش مثلا، او مثلا حجم شاشه كبيره جدا، ولازم يقرا من الحواف بتاعت الشاشه. الموضوع صعب قوي، لانه لما يقرا من هناك هيبدا انه لازم يروح لحد الناحيه التانية، فموضوع مزعج للعين. فتلاقي ان احنا دايما بنسيب مسافه كويسه جدا، زي مثلا 80 او 88 بكسل من الناحيه الشمال، وفي نفس الوقت من الناحيه اليمين. طيب هتقول لي ال 88 ولا ال 8 بكسل دي جت منين، او الرقم ده جه منين؟ هقول لك يا سيدي، الرقم ده ببساطه جدا جه من ان احنا بنستخدم ال 8 bit grid اللي احنا لسه بنقول عليها، واللي هو ال 8 bit grid ديت هتساعدك ان انت تطلع ديزاين يعني بيكسل بيرفكت.
يعني مش هيبقى مثلا في الحجم بتاع الزرار بتاعك مثلا 48 بكسل فاصلة 5 او 47.99 وهكذا. وفي نفس الوقت انك هتستفاد من كل البيكسلز اللي قدامك في السكرين بتاعت اليوزر، هتستفاد من كل حجم السكرين بتاعت اليوزر. فعشان كده احنا بقينا نستخدم اللي هو ايه، من ناحيه اليمين وناحيه الشمال 88 بكسل عشان نسيب مساحه فاضيه. وبعدها بقى مثلا، وبرده هتلاقي ان احنا بنستخدم ال 8 بت جريد مش بس للمسافه ناحيه اليمين والشمال، لكن كمان انها تبقى حاجه كونسيستنت. يعني كمثال حجم العنصر بتاع الناف بار اللي فوق نخليه 40 بكسل او نخليه 48 بكسل بالطريقه ديت. وكمان في نفس الوقت هنخلي الزرار نفسه حجم الهايت بتاع التكست نفسه 16 بكسل، 8 في 2 ب 16 و8 في 4 ب 32. انا مش حلو قوي في الرياضيات بس هي فعلا احنا بنستخدمها بالشكل دوت، ودي مفيده جدا بصراحه زي ما احنا شايفين اهوت كده مثلا. ونيجي هنا نخلي كل العناصر ديت برضو تكون واخده 16 بكسل كهايت، و32 مثلا، ومثلا 40 كويدث. ودلوقتي برضو عندنا هنا السبيسنج ما بينهم 32 بكسل، ونخليها في النص بالشكل دوت. هتلاقي ان في المسافه بتاعتهم كله بقى 8 بت جريد حاليا. يعني انت كل حاجه بتعملها لحد دلوقتي هي 8 بت جريد، معموله بال 8 بت جريد. انت بتضرب ال8 على نفسها اكتر من مره. هتقول لي طب انا اعرف ازاي الكلام دوت، ازاي اعمل الزرار اصلا يكون معمول حاجه زي كده؟ اقول لك بسيطه. تعال نفكر مع بعضينا اسم زرار. هتقول مثلا والله انا عايز اسم زرار يكون مثلا اسمه مثلا purchase today. بقى عندك هنا الزرار بتاعك النص بتاعه هتخلي الهايت بتاعه يكون 16، بعد كده تعمل له اوتو لاي اوت، وبعد كده تبدا انك تديله لون زي كده، اللون ده مثلا. وتيجي تشوف هتلاقي انه الهايت للاسف رجع 15 بكسل لان ديت حاجه من الاوتو لاي اوت، فانت لازم تاكد على الهايت بتاع الزرار نفسه ونخليه 16 بكسل. ودلوقتي بقى عندك الزرار بتاعك معمول بال 8 بت جريد سيستم، يعني هو حجمه هتلاقيه 32 بكسل. ولو انت مثلا ظبطت شويه في البادنج بتاعته مثلا هنا 16 بكسل وهنا 16، هتلاقي مثلا الهايت 48. الهايت مهم جدا. وفي نفس الوقت هنا ممكن نلعب شويه على الويدث نخليه برضو يكون 8 بت جريد كسيستم، يعني هتلاقي 96. ودوت برضو لو ضربت 8 على نفسها اكتر من مره هتلاقي جابت لك 96. وبقى كده عندك دلوقتي نظام مظبوط اهوت زي ما احنا شايفين. كله معمول بال 8 بت جريد. حتى لو انت خليت مثلا 12 بكسل هتلاقي برضه ان هو معمول بال 8 بت جريد كبادنج، هتلاقي ان 40 ف8 في نفسها مثلا 5 مرات هتلاقي 40 بكسل. وفي نفس الوقت ممكن تديله كورنر راديوس زي 6 او 8. ممكن نخلي البادنج بتاع الفيرتيكال نقلله شويه. وبقى عندك حاليا زرار اهوت معمول بال 8 بت جريد زي احنا شايفين مع بعضينا وحاطينه في النص. برضه هنا تلاقي ان احنا بنستخدم الفونت نفسه باحجام زي كده. يعني مثلا التايتل هنخليناه 56 بكسل ده في ال 8 بت جريد. لو ضربت الثمانية في نفسها اكتر من مره هتجيب لك رقم 56. برضه لو هنيجي مثلا نجيب دلوقتي باراجراف، نيجي نكتب باراجراف. تعال مثلا نشغل بلجن اسمها فيكر ومالتيبل سنتنس، ونخلي دلوقتي الحجم بتاع النص دوت 16 بكسل ماشي، ونخليه ريجولار بالشكل دوت. بس نغير شويه نجيب مثلا اكتر من كلمه multiple paragraphs بالشكل دوت. ممكن برضو من ناحيه الويدث بدل ما هي مثلا 488 دلوقتي انه مثلا 504، ونيجي نقول والله لا النصوص دي كلها كتيره جدا فهنقللها، ونبدا بقى ان احنا نقلل على قد ما نقدر ونخليه مثلا 96 بكسل، وهنا نخليها 156 دوت بال 8 بت جريد. هتقول لي ايهاب الموضوع متعب قوي. هقول لك بس هي دي النظام اللي احنا بنمشي بيه في التصميم بتاعنا. ال 8 بت جريد يعني سيستم مهم جدا انك تمشي عليه بصراحه يعني، ومش هتحس ان هو يعني متعب ولا حاجه. انت بس بتضرب الثمانية في نفسها اكتر من مره والموضوع سهل جدا يعني. او مثلا برضو من فوق هنخلي المسافه من فوق النص نفسها 88 بكسل، ونيجي مثلا نعمل صوره وهتلاقي احنا بنعمل صوره اهوت ماشي. ومثلا الهايت بتاعها 264، وبرضو هنخلي المسافه مثلا 80 بكسل. ونيجي هنا هتلاقي ان امتحان النظام اللي انت ماشي عليه هو ال 8 بت جريد. لو نزلنا شويه تلاقي مثلا 496 488، فاحنا تمام، احنا ماشيين تمام. النظام اللي احنا ماشيين عليه كله زي الفل، مفيش اي مشاكل فيه. ونيجي هنا مثلا نجيب صوره من موقع انسبلاش مثلا تكنولوجي.
حاجة زي كده. ونجيب مثلا هنا عندنا زرارين مثلا دلوقتي، نخلي المسافة بينهم مثلا 16 بكسل. الزرار التاني مثلا هنخلي اللون البلويش يكون للستروك، ونخلي التكست بتاعنا لونه ازرق برضو بالشكل دوت، ونخلي على مسافة 16 بكسل من الكلام اللي عندنا دوت هنا. وممكن ننزل شوية كده، احنا ممكن نحتاج هنا نبدأ نظبط دنيتنا شوية. لو مثلا نخلي ده 160 بكسل ماشي، وهنا 16، وهنا نيجي نخلي دوت مثلا 164، وهنا دول على مسافة 24، ونخلي الصورة هنا مثلا 316 بكسل بالشكل دوت ماشي. بقى عندنا يا سيدي النظام بتاعنا اللي هو الهيرو سيكشن بتاعنا ك 8 bit grid system ماشي بالشكل دوت. ممكن برضو يعني تعالى نطلعها شوية فوق 64 بكسل من فوق مثلا. وبعد كده مثلا والله احنا عندنا هنا برضو صور الشركات اللي احنا ممكن نكون اشتغلنا معاها، وهناخد كل العرض اللي هو 1104 تمام. ونخلي هنا مثلا نجيب بقى اسماء شركات مثلا، او تعالى مثلا نجيب هنا الصور دي بتاعة اللوجوهات بتاعة الايقونات ديت ونجيبها هنا ماشي. احنا مثلا اشتغلنا مع فيسبوك وتويتر ولينكد ان وبنترست وديفين ارت وكل الناس ديت، حتى الباي بال، فكلهم همت معانا. نبدأ بقى مثلا نغير الوانهم كلها. هنا بقى نبدأ ان احنا ندي مثلا لون زي اللون دوت اللي هو اللون الرمادي كمثال. احنا وقت عملنا كل اللوجوهات بتاعتنا هي، نبدأ بقى نديها مثلا سبيسنج ما بين بعض، ونيجي نحطها هنا مثلا في النص. وممكن ان احنا نكبرهم شوية مثلا يكونوا حاجة زي كده. بعدها نبدأ ان احنا مثلا نديهم مسافة ما بين بعض بالشكل دوت، ويكون مثلا على مسافة 72 بكسل. شايفين احنا مثلا ال 8 بت جريد ازاي 72 بكسل او 64. يعني احنا مثلا استخدمنا 64 بكسل من من مسافة الهيرو سيكشن اللي هو دوت اللي فيه كلمة هالو وورلد، ده بنسميه الهيرو سيكشن. خلينا في مسافة بينه وبين الناف بار اللي هو فيه كل اللينكات بتاعت الموقع بتاعنا واللي بيودينا للصفحات الباقية. زي ما احنا استخدمنا نظام 64 بكسل للمسافة، برضه هنستخدمه مرة تانية للمسافة ما بين الهيرو سيكشن وبين العنصر دوت هنا. بعد كده بقى ممكن نيجي هنا نبدأ ان احنا مثلا نستخدم 40 بكسل، بدل ما هو بولد هنخليه regular، ومثلا our work بالشكل دوت، ومثلا نخليها 80 او 64. وهنا مثلا بنقول our work واللي هو ايه الشغل اللي احنا عملناه للناس. بعد كده بقى نبدأ ان احنا مثلا نضيف هنا مثلا احنا هنبص بنستخدم ال 8 bit grid برضو 188، وكالواي 704 مثلا. بدل ما الويدث 300 نخليه مثلا 504 في مثلا 364 مثلا بالشكل دوت. وهنا بقى نكتب تايتل، وده هيبقى مثلا التايتل بتاع الكارد نفسها فيسبوك اب بالشكل دوت. ونيجي هنا بدل ما احنا نعمل كوبي كل شوية هنخلي مثلا حاجة زي كده ماشي. ومثلا نبدأ هنا مثلا هنقول مثلا ده UX UI design ماشي 16 بكسل او 24. ودلوقتي هنغير مثلا الحجم بتاع السايز دوت ل 12 بكسل و80 مثلا ماشي. وبعدها نجيب هنا development ماشي marketing، وهنا دي نخليها 64 بكسل، ونخلي كل واحدة فيها نعمله اوتو لي اوت ونديله فيل ونغير اللون بتاعه. نخلي المسافة ما بينهم تكون 8 بكسل، ومثلا border radius لكل واحدة فيهم، ونقلل الهايت شوية بتاع كل واحدة عشان هي تاج مش اكتر كده مثلا ماشي بالشكل دوت. ممكن نقلل شوية
من الويدث بتاع التكست مثلا ممكن نخليه 456 ونلعب هنا شوية على اللاين هايت نخليه 150 ماشي، ونقلل هنا شوية مثلا. تمام جدا كده. ونبدأ مثلا هنا نجيب زرارين هنا ماشي، كيس ستادي كمثال، ونخلي الويدث 72. وهنا مثلا مثلا هنا learn more او مثلا contact us ببساطة 72 برضو، ونخليه في النص بالشكل دوت. وبعدها كلهم نعملهم اوتو لي اوت، وكمان دي كمان نخليها اوتو لي اوت ونخلي المسافة بينهم 40 بكسل وتكون في النص بالشكل دوت. بعد كده بقى برضو ممكن نعمل واحد كمان كديزاين، وده هوت عندنا هوت الاتنين دول، وبعد كده نضيفهم مثلا في النص كده. هتلاقي ان احنا عادي جدا احنا عاملين الديزاين بتاعنا بال 8 بت جريد، فهتلاقي ان الويدث مظبوط جدا 1000 بكسل، ف 140 و140 من الناحيه اليمين والناحيه الشمال عادي زي ما احنا شايفين اهوت. وواحده كمان ونخلي المسافه بينهم 64 بكسل كلهم. تمام جدا. وهنا مثلا نخلي دي لونها والله مثلا اللون مثلا بتاع بيهانس كمثال، ودي مثلا اللون دوت نديله بس الوان مش اكتر. وكمان هنا اللون بتاع باي بال. وبكده عملنا صفحة يعني بشكل بسيط جدا بسرعة، لكن ك 8 بت جريد هتلاقي ان الدنيا كلها تمام جدا معانا. تلاقي ان انت بتستخدم السيستم نفسه، الديزاين بتاعك متناسق. لو نيجي مثلا نعمل بلاي كمثال، انا حابب اعمل بلاي عندي على الفيجما، ضغطت على كلمة بلاي فوق هو الايكون يعني، وحاليا اهوت قدامك. انا طبعا حاليا ده البلاي على الماك بوك تقريبا ال 14. طيب تعال نشوف هنا الشو بروتايب سيتنج ديفايس مثلا نخليه 1280 في 1964 كمثال يعني، ونعمل ريلود بالشكل دوت زي ما احنا شايفين اهوت. تمام جدا. طبعا الاحجام مش مناسبه قوي عشان انا مش مظبطها قوي يعني. تمام 12 بكسل ده حجم صغير جدا يعني الناف بار، فاحنا ممكن نكبره شويه ونبدا ان احنا نديلهم ويدث اكتر بالشكل دوت. فلو جينا دلوقتي شفنا هتلاقي انه تمام جدا. ممكن نظبط اللوجو بتاعنا لان اللوجو طبعا مهم جدا، نخليه 24 بكسل، ونظبط الحجم نفسه نخلي الهايت 24 في 64 كويدث كمثال مثلا يعني. وهنا هنخلي الواي اكس بتاعت الناف بار تبقى مظبوطة مثلا، وبدل ما هي الكلمة إيهاب هي كده نخليها extra light italic أو نخليها extra bold italic كده مثلا. وهتلاقي إنه الدنيا كلها تمام يعني، فده تمام جدا زي ما احنا شايفين اهوت. الديزاين باين عليه إن هو جميل وشكله حلو. كل حاجة تحس إنها متناسقة، مفيش حاجة بتتنافس مع التانية، عشان احنا اتعلمنا ازاي نستخدم ال 8 بت جريد من ناحيه كمان السايزنج بتاعت التايبوجرافي. يعني هنا استخدمنا 56 بكسل لل H1. ال H1 هو اكبر عنوان هيكون في الصفحه بتاعتك، ولازم يكون هو اللي بتاع الهيرو سيكشن، علشان دوت اللي بيساعد يعرف ال SEO على انه دوت هو ده التايتل بتاع الموقع او بتاع الصفحه ديت. فال H1 حاجه حلوه جدا ومهمه من السيمانتك HTML زي ما احنا شايفين اهوت. طيب لو نيجي بقى ناخد نفس الديزاين بتاعنا دوت لصفحة تانية، اول حاجة تعالى نعمل كل ده جروب، وتعالى ناخد كل الكلام ده مرة واحدة ونحطهم في الصفحة هنا ماشي. هنيجي نعمل ايه هنا؟ اول حاجة عشان نتعلم مع بعض يعني السيستم بتاعنا دوت، اول حاجة نجيب الناف بار وهوب نعمل الويدث كله بالشكل دوت ماشي. هنا في نقطة مهمة جدا، واللي هو انت ممكن تسأل نفسك ولو هل انت محتاج انك يعني بدل ما كان حاليا السبيسنج من ناحية اليمين وناحية الشمال 88 بكسل، عايزة كمان تفضل هنا برضو 88 بكسل بالشكل دوت هنا مثلا، وهنا برضو بالشكل ده. تمام مثلا هنا let's say كده مثلا، ونديله هنا مثلا الويدث 680 كده، وهنا برضو
دول كلهم نخليهم 680 ماشي، ونقول مثلا 88 بكسل هنا، ونقول مثلا نعمل centering لكل elements، يعني نكبر الأحجام بالطريقة ديت عشان احنا السكرين بتاعتنا كبرت. ولا انت ممكن تعمل حاجة تانية، يعني لو عندك تو سيستمز، هل انت ممكن تستخدمهم في لما السكرين تكبر معاك؟ اول سيستم اللي هو انت ممكن تكبر وتخلي دايما تفضل تخلي فيه مسافة 88 بكسل من الناحية اليمين وناحية الشمال. لكن هقول لك المشكلة ايه دلوقتي. المشكلة ان ممكن لما انت تكبر كده الديزاين ما يبقاش شكله كويس قوي. احنا كنا لسه بنتكلم عن الصور، يعني الصور احنا خليناها 680 بكسل عشان تبقى لحد هناك. لكن لو انت مثلا كبرت اكتر النص نفسه مثلا بالطريقة ديت ماشي، بالطريقة دي، فممكن الصورة ما يبقاش شكلها حلو قوي لما الشاشة تبقى كبيرة. فالنص ممكن يفضل زي ما هو تمام، او ياخد حجم صغير اكتر، لكن الصورة ممكن تكبر اكتر وتستفاد من الحجم نفسه. او ان انت ممكن تاخد كل الكلام اللي احنا عملناه في اول صفحة في اول سكرين فوق، ناخده كوبي ونيجي هنا نعمل بيست بالشكل دوت، ونبدأ ان احنا مثلا نظبط الدنيا دي كلها بتاعتنا، ونقول لا احنا عايزين كل ده يكون في النص كده ماشي تمام اهوت، وده كمان يكون في النص في النص في النص، وكل دول كمان في النص بالشكل دوت. فلو مثلا شفت حاجة زي كده هنا هتلاقي انه مهما يعني مثلا كبرنا السكرين، عندك هنا الماك بوك 14 انش و16، نجيب كل الكلام ده ونخليه هنا كمثال ماشي بالطريقة ديت، نخلي كل حاجة تكون في النص ماشي، وهتلاقي كله تمام. يعني بص 204 من فوق، 204 من هنا برضو، هنا دوت نظبطها اكتر. تقريبا هنا عندهم مشكلة علشان كان الايكون الاس اف جي نفسها كان في اللي هو فاصلة 5 فاصلة كذا، ونيجي هنا نخلي كل حاجة بالشكل دوت، ونيجي مثلا ننزل تحت نظبط الدنيا برضو، هتلاقي انه كله زي الفل. 256 256 256 8 بت جريد في كل مكان. النظام بتاعنا ماشي اشتقليته بالمعنى الحرفي يعني. فبالطريقة ديت انت عندك الديزاين بتاعك كويس ريسبونسيف جدا على مختلف السكرينز اهوت. انا بتبع الطريقة ديت بشكل كبير قوي بصراحة في شغلي، مش دايما محتاج ان انا اكبر كل الاحجام مع مختلف الشاشات، احيانا ممكن واحيانا لا، حسب كمان اليوزرز والديفايس بتاعتهم والاليمنتس اللي هي مهمه لليوزرز، هل محتاجه تكبر لما الديفايس بتاعه يعني يكون مختلف، ولا مش محتاجه علشان هي مش مهمه قوي. فكمثال ممكن في 16 انش نحتاج ان احنا نصمم يعني ديزاين اكبر شويه، فاحنا ممكن مثلا نستخدم الديزاين دوت اللي هو احنا هنا عملناه كمثال. تعالى نشيل كل الكلام دوت مثلا، ونيجي هنا بالشكل دوت مثلا، ونخليه في النص برضو 232 يعني 8 بت جريد برضو في النص، وده كمان في النص في النص، وده كمان، ودول كلهم كده ماشي. بعض الاليمنتس هنا ممكن ما تبقاش دايما متساوية علشان احنا كبرنا الاحجام شوية تمام، فهتلاقي انه مش دايما هتكون متساوية جدا جدا. لكن اهم حاجة الستركتشر من ناحية السبيسنج وكريسبونسيف، انه العناصر المهمة الرئيسية زي كده تكون محترمة السبيسنج اللي انت عامله بال8 بت جريد، وبعض العناصر مفيش مشكلة انها تكسر الجريد وتكون واخدة مسافة مختلفة شوية، مفيش مشكلة خالص عادي. فلو نيجي نبص لها كده دلوقتي على مختلف الشاشات، تعال نشيل الشاشة ديت ونشوف احنا كنا عملنا ايه. ده اول ديزاين عملناه على الماك بوك اير. الناف بار بتاعنا اهوت 88 بكسل من الناحية اليمين و88 بكسل من الناحية الشمال كسبيسنج تمام برضو هنا. وبعد كده نبدأ هنا مش بتكون 88 لان العناصر ديت مش محتاجة انها تروح على الحواف، لان فيها صور وفيها محتوى كونتنت، فاليوزر عينه في النص بتاعت الصفحة، مش محتاج ان انا احطها له لبعيد قوي من الناحية الشمال او من الناحية اليمين وهكذا. فعشان كده بنحطها في النص، وممكن ما نخليهاش يبقى واخده 88 بكسل، ممكن تكسر الجريد شويه او ان هي تاخد اكتر من المعتاد علشان تكون في النص. تلاقي مواقع كتير جدا خاصه بالبلوجز ومواقع الشركات وغيره بتعمل الكلام دوت. نيجي هنا
السكرين كبرت شويه، لكن مفيش حاجه اتغيرت كتير قوي، لكن الموضوع مازال كويس. انا كيوزر ما مش واجه مشكله، الريسبونسيف كويس جدا. هنا برضو نفس النظام، تمام. وفي اخر واحده واللي هي الماك بوك بقى 16 انش، لا كبرنا الصوره اكتر شويه، وبعد كده بقى كبرنا هنا العناصر شويه، وبرضو ممكن نكبر الاحجام شويه. يعني بدل ما حجم Hello World This ممكن نخليه مثلا 64، وهنا نخليها 48، وهنا هنخليها 40 بكسل زي كده. ان دي شاشة كبيرة فممكن نكبر شوية حسب برضو المحتوى نفسه، هل الكلام كبير قوي ومزعج، ولا هل الفونت انت بتستخدمه اصلا كويس وقادر انه مثلا 32 بكسل يعني يعمل شغل كويس في سكرين كبيرة، ولا هيكون صغير بالنسبة للسكرين اللي انت يعني بتصمم لها. فنيجي نبص لهم تحس ان زين هو واحد. طيب تعال بقى نتكلم على نفس الرول ديت للموبايل. تعال بقى نخش على الموبايل، نجيب مثلا الايفون الاس اي، تمام جدا. بعد كده عندك هنا الايفون ال 13 ميني، وعندك الايفون برو ماكس، الايفون 14 برو ماكس، وبس تقريبا زي الفل يعني امثله كويسه. نيجي ناخد الناف بار بتاعنا اللي فوق، مش هنحتاج كل الكلام دوت ولا حتى الزرار لانهم هيكونوا مختفيين، والعنصر ده هيكون حجمه 320 بكسل، ونخلي المسافه بتاعت كلمه ايهاب 16 بكسل من الناحيه الشمال. تعال نجيبه هنا كده، وهنا بقى نعمل الهمبرجر منيو بتاعنا مثلا، دي 1 2 3 ماشي، ونخلي دي كمان 16 بكسل من الناحية اليمين. ونيجي مثلا نجيب العناصر بتاعتنا ونشوف ازاي احنا ممكن يعني نشتغل بيها. فهنجيب كل الكلام ده هنا اهو. هنا بقى اهم حاجة عشان نشتغل بالديزاين بتاعنا ده كإليمنتس في ديزاين صغير او في موبايل صغير، لازم نسأل نفسنا ايه العناصر المهمة جدا انها توضح. هل في الهيرو سيكشن الصورة مهمة اوي انها توضح اول حاجة؟ لو دي مدونة اوكي، تعالى نبدأ ان احنا نظبط الموضوع، نخلي الصورة تبقى فوق، نديها الويدث بتاعها ب 320 في 320 مثلا، نخليها 288 في 288. نفس النظام هنقلل بقى، نبدأ هنا نقلل في الأحجام بتاعت الفونت، هنقول مثلا 40 كمثال، وكمان وهنا هنقلل الويدث هنخليه 288 بالشكل دوت. هنخلي الفيكس نخليه هاج، وبعد كده ممكن نظبطه شوية كمثال 200 هنخليه 172. ونبدأ مثلا نجيب العنصر ده هنا ونقول مثلا ده هيرو سيكشن بالشكل دوت ماشي. نخلي الصورة 320 بكسل عشان ممكن عادي جدا انها تاخد الحجم كله، ونقلل المسافة بينها وما بين الهيرو التايتلز وكده تكون اصغر. ممكن نقلل شوية من التايتل نفسه 32 بكسل مثلا، ونقول مثلا هاك كونتنت. بعدها نبدأ ان احنا نظبط الهايت بتاعته، وبعدها ممكن نديله مسافة من الناحية الشمال والناحية اليمين. وبكده يا سيدي احنا عملنا اول جزئية ماشي بالشكل ده ماشي. بعد كده بقى نبدأ نيجي للجزء بتاع الايقونات. هنيجي نجيب 3 لوجوهات مع بعضيهم، كل مرة نعمل لهم اوتو لي اوت او جروب بالشكل دوت، ونبدأ ان احنا ننزلهم تحت بالشكل دوت، وهنا نسميه مثلا لوجوز، ونبدأ ان احنا نحطها هنا. تمام، لقينا في مسافة للوجو زيادة في كل مكان، قشطة، ما ليه لأ، صح. نشيل ديت بالشكل دوت، نخليها هنا ماشي، ونشيل التو لوجوز دول ونخليهم في النص كده. نظبط اكتر الويدث بتاعهم 242 ماشي بالشكل دوت، ونخليها على مسافة 40 بكسل او 32 بكسل من النصوص اللي فوق مثلا. ونبدأ بقى ان احنا نجيب العناصر التانية بتاعتنا، نجيب كلمة our work. ال H1 بتاعنا كان مثلا حجمه 32 بكسل بولد،
يبقى ده مثلا 24 سيمي بولد كمثال. ماشي، ونخليه على مسافة 40 بكسل من العناصر اللي فوق. ونبدأ بقى ان احنا نجيب الفريم دوت اللي هو بتاع فيسبوك اب، ممكن نسميه فيسبوك اب بالشكل دوت. ونبدأ بقى برضو نعمله بالطريقة ديت، نقول ده 320 في 320، ونقلل برضو الحجم بتاع فيسبوك اب ككلمة، لان احنا استخدمنا هنا ال 24 بكسل كسيمي بولد، هنا ممكن نستخدم 20 ميديوم كمثال، وهنا نخلي ده 288. ماشي، ونخلي ده هاك كونتنت كهايت للنص نفسه. بعد كده نبدأ ان احنا نظبطها شوية، نخليها 172 بالشكل دوت. ونبدأ ان احنا نضيفها هنا. مثلا لو احنا مثلا عايزين نخلي لا البروجكت بتاعنا والله عايزين نخلي فيه مسافة الصورة بتاعتنا من اليمين والشمال، مفيش مشكلة نخليها 288 بكسل. هتلاقينا احيانا بستخدم ال 8 بت جريد، وهتلاقي ان الموضوع ماشي معايا حلاوة. ماشي، بعد كده نخلي فيه مسافة صغيرة من الصورة والكلام اللي بعد كده، ونيجي هنا نعمل كوبي. وهنلاحظ حاجة مهمة جدا، احنا حاليا عاملينها مختلفة، وفي انت ممكن تسألني ليه احنا عملناها كده، بس تعالى نظبط الاول الالوان. ماشي، ونشيل الموضوع ده. لو جينا مثلا نشيل دوت، اتمنى بجد يكون الدرس مفهوم، عشان بجد دي نقطة مهمة قوي ان الواحد يتعلمها بصراحة. لو جينا هنا هتلاقي ان انت مثلا في البي سي انت عمال تحرك الكارد بتاعت الصورة مثلا بتاعت فيسبوك اب الناحية اليمين والناحية الشمال، لكن في الموبايل لو انت عملت كده هتلاقي الموضوع مش مفهوم، لانه مش الناحيه اليمين والشمال، ده تحت، فاليوزر مش فاهمها. فبالتالي الافضل انك تخلي دايما الصوره بتاعت البروجكت فوق، وبعد كده العنوان بتاعه، وبعد كده المعلومات، وممكن زراير او هاشتاج وما الى ذلك. فعشان كده احنا عملناها بالطريقه ديت، ودي طريقه مناسبه جدا لليوزرز، وتلاقي كتير جدا يعني شركات ومواقع كتير بتاعت بروجكتس ومواقع كتير جدا كايجنسيز بتعمل نفس الطريقه ديت. لو جينا دلوقتي اخدنا كل الديزاين بتاعنا دوت، هنا رحنا للميني كمثال يعني، مثلا هنا مثلا هنخليه برضو مسافته 16 بكسل، وهنا برضو نبدأ بقى ان احنا نكبر شوية كمان بالشكل دوت. خلاص بقى عندنا الطريقة بتاعتنا، عارفين ازاي نعمل كل الكلام دوت. هنا برضو نقول له مثلا في الكونتينر، وكمان العناصر دي نقول لها في الكونتينر مثلا يعني. ماشي، ونبدأ ان احنا مثلا نصغر العناصر دي شوية كده. مثلا هتلاقي هنا ان انت عندك يعني دي ابسط حاجة. نبدأ ان احنا بقى ممكن والله احنا ممكن نضيف لوجو هنا زيادة. ماشي، بالشكل دوت. ماشي، ونخليه في النص، او ممكن نبدأ ان احنا نخليه يبدأ يكون من 16 بيكسل، ونقلل شوية المسافات ما بينهم بالشكل دوت كده. مثلا نخليه مثلا يبدأ بالطريقة ديت. ماشي، ده أبسط حاجة. وهنا كلمة our work نخلي مثلا هنا كلمة، نخلي هنا اللوجوز نفسها 40 بكسل المرة دي. وهنا برضو هنخلي برضو المسافة 40 بكسل، ونبدأ هنا برضو نكبر شوية هنا عشان نشوف كل الكلام بتاعنا دوت ونجيبه هنا ونظبط المسافة عشان نسينا هنخلي المسافة 24 بكسل. طيب ليه مخلينا 24 بكسل لمسافة ما بين كلمة our work والنصوص ديت؟ ده لأنه الكلام دوت أو الكارز ديت أو البروجكت دوت هو ليه علاقة بكلمة our work، فبالتالي لازم يكون قريبين جدا من بعض، ولا اليوزر ممكن ما يفهمهاش. يعني لو خليناها كده مثلا اليوزر مش فاهم كلمة our work بتعني ايه او هتوديه فين، فبالتالي هنخليها مثلا على مقربة 16 بكسل. وهنا برضو هنخليها 16 بكسل. المرة دي برضو هنظبط المسافة شوية كده.
ماشي، وفي الكونتينر وهنا برضو بالشكل دوت. ونيجي بقى نبدأ ان احنا نعمل كوبي مرة تانية. ماشي، وبيست، نغير الالوان هنا هوت، وكمان هنا دوت بالشكل دوت. وادي الديزاين بتاعنا على سكرين اكبر. لو برضو عملنا نفس الموضوع، يعني تقريبا انت خلاص حفظت الباترن عامل ازاي من ناحية الريسبونسفنس. تمام. لو جينا هنا برضو هتلاقي ان احنا سايبين 16 بكسل من الناحية اليمين ومن الناحية الشمال. وهنيجي هنا نظبط الصورة 430 بكسل، ونبدأ ان احنا نصغر شوية. ماشي، الكلام بتاعنا كهايت، ونبدأ ان احنا برضو نظبط الدنيا بالشكل دوت. ماشي، ممكن برضو نبدأ هنا ان احنا نخلي كل الكلام بتاعنا نخليه مثلا في النص بالشكل دوت. ماشي، اللي يتناسب معاك. انا بالنسبة لي شايف انه الالاينمنت كده تمام، لسه هنظبطها شوية. تمام كده مثلا. وهنا برضو نخلي العناصر دي تكون برضو في النص بالشكل دوت. ونبدأ هنا نظبط الكلام بتاعنا دوت. نخلي هنا المسافة 48 بكسل المرة دي ما بين السكشن والتاني. تمام بالشكل دوت. ماشي، ونبدأ ان احنا نكبر في الصور بتاعتنا شوية كمان. ماشي، محتاجين ان احنا نكبرها 2 بكسل. ماشي، عشان نسيب مسافة اكتر شوية، يبقى مثلا 400. تمام، هم مثلا 396 مثلا للعنصرين دول بالشكل دوت. هتلاقي ان هي بقت 17 بكسل من ناحية الشمال وناحية اليمين، بس ده لانه انت هنا الويدث بتاع السكرين ديت 430 بكسل، ده الايفون 14 برو ماكس. فبرضه ده مش عيب ومش غلط، يعني انت حتى لو في بيكسل زيادة احيانا مش لازم أن تكون بيكسل بيرفكت، لكن طالما انت عندك سيستم للريسبونسفنس وانت ماشي عليه هيساعدك بشكل كبير قوي انك تصمم لمختلف السكرينات. وهتلاقي ان انت صممت حاجات يعني اليوزرز مش هيواجهوا مشكلة خالص فيها. تعالى احنا ممكن هنا نخلي مثلا الأحجام دي بدل ما 396 398 برضو، عشان نجيب ال 16 بكسل البرفكت بتاعتنا. مفيش مشكلة. تمام، بس برضو زي ما كنت لسه بقول انه بعد ما انت اتعلمت ازاي تعمل الريسبونسفنس بتاعتك ديت، انت دلوقتي لو تبص كده للديزاين بتاعنا كله تحس ان هو واحد. يعني انت مش مهم انت كيوزر دخلت من انهي ديفايس ومن انهي سكرين، لكن انت دلوقتي بتستخدم نفس المنتج على نفس الديفايسز ديت بنفس التجربة. يعني ما تحسش ان في حاجة مختلفة، لا انت بس غيرت الجهاز، فالتطبيق ما تغيرش معاك بطريقة سلبية، لا بيقدم لك يعني تجربة جامدة جدا، وبيديك يعني بيقدم لك تجربة كويسة جدا وسلس جدا معاك من ديفايس للتاني وهكذا. طيب في ناس ممكن تسأل، طب احنا ليه سيبنا 16 بكسل المرة دي من اليمين للشمال في الموبايلات؟ ده لانه اليوزر وهو مثلا بيستخدم موبايله هنا مثلا وبيتصفح من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال، هو هنا بينتراكت مع السيستم، فانت بتتصفحها من ناحية الشمال واليمين بعد ما انت فتحت المالتي تاسكينج. وفي نفس الوقت يعني احنا بنسيب المسافة ديت من ناحية الشمال والناحية اليمين علشان ما تأثرش على اي يعني انتراكشن ممكن يكون اليوزر بيعملها مع السيستم بتاع الموبايل الخاص بيه. فبالتالي احنا بنسيب مسافة فاضية من ناحية اليمين وناحية الشمال، وما تكونش كبيرة قوي تأثر سلبا على المحتوى بتاعنا، وما يكونش عندنا مساحة فاضية نضيف فيها المحتوى. فالفيديو بجد انا شايفه مهم جدا، واتمنى لو انت يعني كان صعب عليك انك تفهمه من اول مرة، اتمنى انك تعيده مرة تاني، واتمنى ان الفيديو يكون مفيد. ولو عجبك الفيديو يا سيدي اتمنى انك تشترك في القناة. عمال كل شوية اقول لك اتمنى، بس هي امنيات في الاخر يعني، صح؟ بس كده اشوفك ان شاء الله مع الفيديو، بس كده اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامة.